بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام الله عليكم إخواني الكرام. أتمنى أن تكونوا في راحة وسعادة وصحة جيدة إن شاء الله. اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى سأحدثكم عن آية مباركة وعظيمة، آية كلها أسرار ربانية. بفضل هذه الآية سيسخر الله لكم جميع الخلق، ويكون لك ملك وجاه ورفعة عجيبة بين الناس. عليك أن تقرأ هذه الآية القصيرة ليلا، سيأتيك الله تعالى بمبلغ من المال في الصباح. أحبابي في الله، هذه الفائدة من أقوى الأعمال الروحانية التي أمنحها لكم. سيمنحك الله من أرزاقه وأمواله من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسب. قد تجد أموال بطريقة ما، قد تلتقي بأشخاص يمنحونك أموال قد تعرفهم وقد لا تعرفهم. الأموال تصلك بمختلف الطرق، فالله عز وجل هو المصداق فنحن نعرف الطريقة، وكذلك أنت، لكن الله تعالى يعرف كيف يمنحك هذه الأموال بمختلف السبل وبمختلف الطرق. فكون على نيتك الخالصة فتحصل على أموال من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسب. وقبل البدء في هذا الفيديو لتعم الفائدة على الجميع، رجاء إخواني دعم هذا الفيديو بالإعجاب، وأن تتركوا تعليقا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها. آية قرآنية رهيبة في جلب الأرزاق. إن شاء الله اليوم سأمنحك أفضل آية لجلب الأرزاق، لجلب المال، لجلب البركة. سترى بأن الله عز وجل سيكرمك في هذا الصباح من أموال، من أرزاق. سترى العجب العجاب فيها، وبآية واحدة من القرآن الكريم تقرأها بنية خالصة ومخلصة لله تعالى. تقرأها طبعا ليلا وفي نفس الصباح. رأيت العجب العجاب حينما تحصل على مبلغ من المال نحن لا نعرفه وأنت كذلك لا تعرفه، لكن هذا المال سيأتيك من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسب. المال قد يأتيك أرزاق، قد يأتيك طبعا بضاعة، قد يأتيك بمختلف الطرق. المهم أنك ستحصل على مال وأرزاق وبركة من عند الله تعالى، ومن حيث لا تحتسب، لأنه هو الرزاق وهو الكبير، وهو الذي سيرزقك من حيث لا تحتسب ولا تدري. وكل من قام بهذا العمل بنية خالصة وجد فيها العجب العجاب. كنت فقيرا، كنت غنيا، لو قرأتها ستجد بأن أموالك تكون أوفر وتكون أكثر، وتكون البركة، لأن البركة أساس كل شيء. كانت أموالك قليلة ستكثر فيها الأرزاق. سترى بأن هذا المرتب وهذا المال نعم سيأتيك بمختلف الطرق ويدوم معك، وترى فيها البركة الكبيرة. هذا ما نريده إن شاء الله، وتتحسن أحوالك، وسيخرجك الله تعالى من ظلمات فقر إلى نور الأرزاق والبركة والخير. لن يعود بك الله تعالى مكسور القلب، سيمنحك أرزاق ومن أمواله. فما عليك أولا إلا أن تكون بنية خالصة ومخلصة. هذا هو الشرط الأول، أن تكون خالصا في العمل وخالصا في القول وخالصا في النية، لأنها أساس كل شيء ولكل امرئ. وإذا نويت بالله تعالى رزقا لن يعود بك خائبا، وإلا حصلت
على ما أنت تريده إن شاء الله. والخطوة الثانية العمل تقوم به ليلا بعد صلاة العشاء، وتقوم به إن شاء الله يوم الخميس ليلة الجمعة. تكون دائما ليلة مباركة تنزل فيها الملائكة، يعني تكون الأجواء الروحانية قوية جدا. بمجرد أن تقرأ إن شاء الله ليلا وفي الصباح يعني الجمعة، يأتيك الله بالخير والبركة في كل مكان. ترى بأن الأموال والأرزاق تنجذب إليك إن شاء الله. وكن على ثقة بأن الله إن شاء الله لن يعود بك خائبا إلا وما حقق لك بما تريده. وطبعا هذا العمل ليس فقط للأموال والأرزاق والبركة، لأي شيء تنويه في بيتك وفي بالك ستحصل عليه، سواء كان عمل، سواء كان نجاح في الدراسة، سواء كان هناك أمور لن تتحقق، تحققت لك إن شاء الله بهذه الآية الكريمة الموجودة في القرآن الكريم. وطبعا هذه الآية ستقرأها إن شاء الله بعدد 66 مرة، وبعدها سترى العجب العجاب فيها. تقرأ الآية يوم الخميس ليلا بعد صلاة العشاء، هذا هو توقيت عمل الفائدة 66 مرة. وفي الصباح إن شاء الله سيصلك رزق من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسب. وإذا داومت عليها وكنت إنسان تداوم، ترى العجب العجاب فيها، تتوفق في كل أمور حياتك. كنت إنسان روحاني زهيري خالي من الأصحاب، تتحقق معك. وفي الصباح ترى العجب، تحصل على ما تريد كيفما كان إن شاء الله، بطاقة روحانية قوية ورهيبة. وطبعا الآية الكريمة هي من سورة كريمة عظيمة، وهي من سورة البقرة، آية 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من تمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. فما عليك إلا أن تكون مؤمنا صالحا على نية صادقة. ابتعد عن المعاصي، وابتعد عن الكلام الفاحش، ابتعد عن كل الأمور التي فيها لهو وفيها زيادة في الكلام. فما عليك إلا أن تقرأ هذه الآية الكريمة بعدد 66 مرة، نعم ليلا. وهي آية سهلة وبسيطة، لم تأخذ منك وقت، وأنت في مكانك تصلي صلاة العشاء، ثم اجلس في مكانك على السجادة وأنت مستقبلا القبلة، واقرأها بعدد 66 مرة. قل يا رزاق يا كريم، يا رزاق يا كريم، يا رزاق يا كريم، أكرمنا من كرمك ومن رزقك فنحن نحتاجه. واستغفر الله 100 مرة كي تزيل الذنوب والمعاصي التي قد تقف بينك وبين الأرزاق، وعليك أن تقوم بها بنية صادقة ومخلصة لله. وإذا داومت عليها كل ليلة بإذن الله ترى العجب العجاب. نعم، كل من داوم عليها كل ليلة لمدة 7 أيام فما فوق، سبحان الله العظيم، سترى الأرزاق تصب عليك من كل الاتجاهات. يجب عليك أن تكون صالحا تقيا طاهرا مؤمنا بعيدا عن الآثام والمعاصي. ابدأ يومك بالسكوت، فهو أفضل وسيلة
فلا تجاوب أي أحد يحاول أن يستفزك بكلام سيء. حاول أن تقابله بصمت وبسكوت، كان أفضل وكان أحسن.